اخ سبحان الله. يعني تحس ان الزمالك له سيناريوهات بتاعته هو، يعني تحس ايه، السلام عليكم انا الزمالك انا ليا سيناريوهات خاصه ما حدش هيبقى شبهي فيها. يا بيه شيكو بنزا في الشوط الاول واحده بالعرض حط رجلك فيها جول جول بخ خلاص يلا اتبسطنا بقى كلنا، الزمالك جاب جول يلا افراح. لا طب يا عم تعالى الشوط الثاني واحده تاني شيكو بنزا رقص وعمل وسوى، يا عم جول بقى حط فيها شويه قوه يا جدع شويه قوه. لا دي 53 لا مش هتخلص كده. طب يا عم ماشي خلاص مفيش مشكله، انا صابر معاك، انا مكمل معاك يا عم. في واحده هتيجي من التحولات اهي اهو، شيكو بنزا برضو بيجري اهو وصل لحد المنطقه بيعمل عرضيه وانت مش عارف هو بيشوط ولا بيعمل عرضيه، يا عم اي حاجه يلا يا عم عدي يا سيدي جول. لا طب ايه بقى يا جماعه، 3 اجوان ضايعين اللي هم الفرص المحققه اللي جت للزمالك. طب خلاص يا سيدي انا راضي بال0-0 ونيجي مصر ونحلها، يعني هنحل مع بعض نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. تمام 0-0 يلا بينا. لا انا مش هتبقى 0-0، انا هنزل لك بزيرة في الدقيقه 94 يقلب الماتش. طب يا عم انا راضي ماشي يا عم بزيرة هيعمل اي حاجه وانا راضي باللي انت هتعمله. يمسك الكوره يقطع يقلب اللعيبه بتاعت الاتحاد واحده ويمين ويروح وهوب جول جول. ده جول بجد اقسم ده جول بجد جول خلصت دي خلصت بجد. يلا بينا بقى احنا فرحانين فرحانين، والكابتن اسماعيل يوسف دماغه تخبط في السقف، والكابتن اسامه يسقف ومش مصدق وامير عزمي وخلاص بقى احنا قاعدين بنتفرج خلاص مبروك بقى يعني 1-0 مبروك احنا كده خلصنا. لا يأبى الزمالك الا يكون زمالك. انا يا باشا هعمل الحته التركيه بتاعتي بقالي كتير انا ما شفتهاش بقى في الكوره. 3 اجوال اهم، ثم في واحده جول اهي غير بقى الكوره اللي كانت فاول بتاعت شيكو بنزا اللي هو زق فيها الراجل. تمام انا حتى ما حسبتهاش. فيلا بقى يلا بينا بقى ما هو يلا جاب جول ما هو بزيرة يلا نفرح احنا بنفرح بقى كلنا. لا انت فاكرها سهله كده يبقى ايه هتهرج، فاكرها هتعدي كده وخلاص وجول وتروح ونتقابل بقى في القاهره ونكسب لا انا لازم اعمل لك سيناريو مخصوص، ده سيناريو زملكاوي عشان خاطر انت النهارده لازم تعيش ليله مش هي الليله اللي انت نفسك فيها. فايه فيطلع حسام عبد المجيد طالع بركبته في ظهر الراجل، فالحكم يقوم قايل له تعالى شوف فار. بجد انا قاعد بتفرج كل هو واقف ليه؟ احنا كلنا بنتفرج في وقفه كده في حته كده في سكته كده انت مش فاهم في ايه، والكادر جاي كده بس انت حاسس ان في نوش وحاسس ان هو بيراجعها. للامانه امير عزمي واحنا بنتفرج قال في حته عند حسام انا خايف لا يرجع لحسام في كوع. فانا قلت اكيد هي مش هتمشي كده، اكيد هو الراجل بيتاكد من اي حاجه ثانيه ليها علاقه بالكوره بالتدخل بتاع بيزيرة، بس مش هتبقى من هناك بقى من عند حسام عبد المجيد بقى مش هتبقى كده، هي مش هتبقى كده. وطلعت كده راح يصفر ضربه جزاء. قرار صحيح مع الناس قال ازاي يا جماعه تبقى ضربه جزاء؟ فتقول ايه؟ لا ما هي اكيد برضه مش هتمشي كده، ما هو مش بعد كل ده والكره دخلت جون فهتترد بضربه جزاء، فاكيد في واحده الراجل هيقوم مشمع مثلا